عيلة مكونة من 6 أشخاص فجأة كلهم بينتابهم أرواح شريرة وبيقلبوا على بعض بشكل غريب جدا، وفي الآخر ده بيؤدي لموت واحدة منهم. ألف أهلا بيك في ألغاز ريري. معلش سامحوني إذا كنت غبت عنكم لفترة طويلة جدا، لكن فعلا كنت بمر بظروف صعبة جدا. أشكر ربنا الظروف مرت وما كانش ينفع أرجع لكم غير بقصة قوية جدا، وبرضه مش هتسمعوها غير على ألغاز ريري. فتعالوا مع بعض نسمع قصة العيلة دي عشان نعرف إيه اللي حصل لهم بالظبط. قصتنا بتبتدي من يوم 10 إبريل من سنة 2005. القصة في مستشفى ملحقة بكلية كاوشيونغ في تايوان. الموضوع ابتدى بعد الفجر بشوية صغيرين لما الدكاترة ابتدوا يبدلوا الشفت المسائي مع الشفت الصباحي. الدكاترة كانوا جايين علشان يبتدوا يوم الشغل العادي، فاتفاجئوا بواحدة مرمية قدام المستشفى وكانت في حالة إعياء شديد. البنت كانت فاقدة الوعي تماما، وطبعا الأطباء ابتدوا بسرعة يحاولوا إن هم ينقذوها. دخلوا البنت دي جوه المستشفى وحاولوا يعملوا لها الإسعافات الأولية، لكن فجأة ريحة الأوضة كلها اتقلبت بطريقة وحشة جدا. البنت كانت مطلعة ريحة صعبة جدا جدا جدا، وكان واضح إن هي يعني على حافة الموت. لما حاولوا إن هم يسعفوها اكتشفوا على جسمها آثار تعذيب إنما شديدة جدًا. لقوا آثار ضرب وآثار حرق، حاجات قديمة وحاجات جديدة، وده اللي بيّن لهم إن البنت اتعرّضت لحالة تعذيب على فترة طويلة. لقوا كمان لمّا حاولوا إن هم يفتحوا بُقّها علشان يحطّوا لها آلات التنفُّس، اكتشفوا إنه بُقّها مليان بالمستخرجات بتاعة البني آدمين. طبعًا كان واضح جدًا إن البنت اتعرّضت لحالة تعذيب قاسية جدًا. بعد كده البنت لمّا اتوفت حاولوا إن هم يعملوا عملية التشريح عليها، اكتشفوا إن معدتها كلّها مليانة بمستخرجات البني آدمين، فعرفوا إن البنت كان بقى لها أيام طويلة جدًا ما بتاكلش أي حاجة. في عملية التشريح زي ما قُلت اكتشفوا إن البنت ما ماتتش بسبب الآثار التعذيب اللي كانت على جسمها، لكنها ماتت لإن هي اتعرّضت لحالة جوع شديدة جدًا، جدًا، وكل حاجة كانت بتاخدها أو أي حاجة كانت بتاكلها كان بس مستخرجات البني آدمين. اكتشفوا كمان إن كان في كل أنحاء جسمها آثار حروق، وواضح إن آثار الحروق دي كانت بسبب إن كان في حد بيحاول يحرق بخور على جسمها، والبخور دي كانت بتحترق بالكامل. وبرضه زي ما قلت إن كان في كدمات قديمة وكدمات جديدة، وده اللي كشف للأطباء إن البنت دي كانت متعرضة لحالة تعذيب على مدى طويل ومدى بطيء. الغريب في الأمر إن ما كانش فيه أي آثار للمقاومة على البنت دي. يعني البنت دي يا إما قامت بعملية التعذيب دي لنفسها، ودي حاجة صعب إن الواحد يصدقها، أو إن هي كانت مستسلمة تماما للشخص اللي كان بيعذبها. الأطباء حاولوا يكشفوا عن هوية البنت دي، اكتشفوا إن البنت دي عندها 29 سنة وكان اسمها وو فينجوان. وعيلة فينجوان كانت مكونة من 6 أشخاص، أب وأم وأربع أولاد، 3 بنات وولد. الأب كان عنده 56 سنة، والتلات أولاد التانيين كان كل واحد منهم بيشتغل في حاجات تانية، مطاعم، الصناعة أو تصفيف الشعر. البنت كانت عايشة في مدينة غير المدينة اللي كانوا عايشين فيها اللي هي كاوشيونج، والبنت ديت كانت شغالة زي ما قلت في دار رعاية للمسنين. العيلة كلها كانت عايشة في بيت صغير مبني بطريقة قديمة، للناس اللي هم في الطبقة اللي أقل من المتوسطة بشوية. مطالب الحياة أو المعيشة بتاعتهم ما كانتش يعني جيدة جدًا، لكنهم كانوا سعداء جدًا، كانوا مرتبطين جدًا ببعض بيحبوا بعض جدًا، وكان أهم حاجة عندهم أو بالنسبة لهم العبادة. هم ما كانوش مؤمنين بربنا، لكن كانوا مؤمنين بالآلهة اللي معظم تايوان بيؤمنوا بيها.
وطبعا زي ما احنا عارفين ان في تايوان في آلاف الآلهة، مش إله واحد بس، وكل إله ليه التخصص بتاعه. استغفر الله العظيم يا رب. يعني عيلة وو كانوا بيؤمنوا بإله اسمه الأمير الثالث. العيلة ديت كانت مخصصة يوم في الأسبوع يروحوا للحد المعبد بتاعهم الخاص بيهم عشان يعبدوا. في يوم في فبراير من 2005 راحت العيلة كالعادة للمعبد، وسابهم هناك الابنة الصغيرة ورجعوا. الابنة الصغيرة لما رجعت لوحدها فجأة كانت في حالة غريبة جدا. دخلت البيت وقعدت شوية، وبعد كده فجأة راحت قامت وابتدت تقول إن هي نفسها أو روح الإله الأمير الثالث خدت أو استعارت بقها علشان خاطر تتكلم مع العيلة. العيلة ما سألتش أي أسئلة وأمنت على طول كده إن دي فعلا الإله الأمير الثالث. البنت الصغيرة قالت إن أختها الكبيرة لازم ترجع حالا من المكان اللي هي شغالة فيه قبل يوم 28 فبراير. وقالت كمان إن هي البنت الكبيرة قالت إن هي مسكونة بروح شريرة، وإن هي لو ما رجعتش قبل يوم 28 فبراير هيحصل لها مصيبة أو هيحصل لها حادثة كبيرة جدا. طبعا العيلة صدقت على طول، اتصلت ببنتهم الكبيرة، حاولوا ان هم يرجعوها من دار رعاية المسنين اللي هي كانت شغالة فيه. البنت برضو ما سألتش أي أسئلة وأمنت بالكلام اللي أختها الصغيرة بتقوله عليها، وفعلا قدمت على أجازة من شغلها ورجعت على طول في الحال. البنت أخدت القطر ورجعت تاني لعيلتها، والعيلة كانت مبسوطة جدا بإن هي رجعت لهم، وهي كمان كانت مبسوطة بإن هي أخيرا أخدت أجازة وهتقعد هتقضي وقت مع العيلة. كلوا عشاء مع بعض اسمه عشاء لم الشمل، وكانوا مبسوطين جدا باللمة بتاعتهم. والبنت الصغيرة رجعت تاني لهدوءها ورجعت تاني لطبيعتها، وكل شيء كان على ما يرام. لكن وو فينجوان أول ما رجعت البيت أو في أول ليلة لرجوعها للبيت ابتدت تحلم بكوابيس غريبة جدا. ابتدت تحلم بكوابيس إن في ناس بيعتدوا عليها، بيضربوها بيأذوها. وكانت تقريبا من أول ليلة امتنعت عن النوم وقررت إن هي مش هتنام تاني، لأنها كل ما بتنام بتحلم بالكوابيس المزعجة جدا دي. في يوم 2 مارس من سنة 2005 البنت وو فينجوان ردت على التليفون. لحد النهاردة احنا مش متأكدين مين كلمها في التليفون وقال لها ايه، لكنها أول ما قفلت التليفون ابتدت تصرخ، وابتدت في عملية إيذاء نفسها. ابتدت تضرب نفسها، تحرق نفسها، تعور نفسها، ابتدت تعمل حاجات مريبة ومرعبة جدا لنفسها. البنت الكبيرة وو فينجوان وهي بتأذي نفسها ابتدت تقول إن الإله أفالوكيتشيفارا هو اللي أخد صورة جسدها، أو هو اللي استعار جسدها، وهو اللي بيأمرها إن هي تعمل كده في نفسها. طبعا كانت أمور غريبة جدا بالنسبة للعيلة، وحاجة أول مرة يتعرضوا ليها. ومع كده كانوا مؤمنين بالكلام اللي بنتهم الصغيرة بتقوله إن هي الأمير الثالث، والكلام اللي بنتهم الكبيرة بتقوله إن هي أفعله كيتشيفارا. الأب والأم ما كانوش قادرين يشوفوا بنتهم الكبيرة وهي بتأذي نفسها بالطريقة دي، أو هي بتتعامل بالطريقة دي مع نفسها. فقرروا إن هم لازم يحاولوا إن هم يساعدوها. أخدوا البنت لجبل اسمه فايف فينجر أو جبل الأصابع الخمسة. أخدوها وطلعوا بيها على المسبح اللي على هناك، والفتى بتاع المسبح اللي هناك، وهم بيؤمنوا إن الفتيان دول الآلهة برضو بتستعير ألسنتهم وبتتكلم على ألسنتهم. الولد اللي هناك قال لهم هو مش ولد، هما بيقولوا عليه فتى المسبح لكنه مش ولد، هو راجل كبير، لكن هما بيقولوا عليه فتى المسبح. فتى المسبح اللي هو رجل المسبح قال لهم ان في تمثال، وهو فعلا هم لما بيبنوا البيوت اللي بالمتوسطين الدخل بيحطوا فيه تمثال للأمراء اللي هم بيؤمنوا بيهم. الولد قال لهم ان التمثال بتاع الأمراء الثلاثة اللي مدفون في البيت عندهم ده امتلكته روح شريرة، والمفروض ان هم يروحوا يطلعوا التمثال ده وياخدوه لقناة الاتصال اللي موجودة في نانزي. المفروض ان هم ياخدوه ويحرقوه ويرموه في القناة دي، وبعد كده يرجعوا على الفايف فينجر ماونتن او جبل الأصابع الخمسة، ويقضوا فيها هناك شهر للتأمل.
العيلة ما كدبتش خبر، فعلا رجعت تاني على البيت، طلعوا التمثال بتاع الأمراء التلاتة وطلعوا على قناة الاتصال في نانسي، حرقوه رموه في القناة. رجعوا تاني على المسبح وقضوا هناك حوالي شهر علشان التأمل والعبادة، عشان يخلصوا من الأرواح الشريرة اللي امتلكت التماثيل اللي كانت مدفونة عندهم في البيت. العيلة لما رجعت كانوا فاكرين ان هم هيرجعوا لسلام، هيرجعوا لحاجة بقى ايه، خلاص كده احنا اتخلصنا من الأرواح الشريرة. لكن طبعا الأمور ما كانتش كده خالص. رجعوا كل واحد من الأفراد الستة للأسرة بقى يصحى واحد ورا التاني، وكل واحد يدعي منهم إن هو إله من الآلهة بتاعتهم. الأب ادعى إنه الإمبراطور الياشم، والأم قالت إن هي الملكة الأم. الابنة الكبرى ادعت إن هي جوانين بديستافا. الابنة الوسطانية كانت هي الجنيات السبعة، والابنة الصغيرة كانت الأمراء التلاتة. أما الابن قال إن هو بوذا الحي. لكن اللي أغرب من كده إن هم كانوا بيدعوا إن هم آلهة، إلا إن هم ما تعرفوش على بعض، وكل واحد كان بيقول منهم أنا اللي إله وإنتوا كلكم أرواح شريرة. أنا الوحيد الإله ومفيش حد تاني. هو يعني اللي انتوا بتقولوا عليه ده أو اللي انتوا بتدعوه ده بسبب أرواح شريرة. فالعيلة قلبت على بعض، ابتدوا يعذبوا ويضربوا ويحرقوا بعض بطريقة هستيرية. لكن الغريب ان مفيش حد حاول انه يدافع عن نفسه ضد الضرب اللي كان بيتلقاه من الشخص الاخر. كانت فجأة العيلة كلها بتتجمع على شخص واحد، ويقرروا ان هو ده الشخص اللي هنعذبه النهارده. العيلة ابتدت تعذب بعض على انهم يحرقوا البخور كاملة على اجزاء متفرقة من جسم بعض، ابتدوا يضربوا بعض، وبرضه كمان ابتدوا يأكلوا بعض اخراجات البني ادمين. الجيران ابتدوا يعانوا من ان الليل ونهار كل اللي بيسمعوه من العيلة ديت هو الصراخ وعويل وشتايم وحاجات غريبة جدا جدا جدا، وتصرفات أغرب بتبان من الشبابيك ومن البيبان اللي هم سايبينها على طول مفتحة، إن هم بيضربوا وبيعذبوا بعض وبيأكلوا بعض إخراجات البني آدمين، وبيعملوا حاجات في منتهى الغرابة، طقوس عمرنا ما سمعنا عنها، ولا حتى الجيران اللي هم بيؤمنوا بنفس الآلهة اللي هم بيؤمنوا بيها سمعوا عنها أو شافوها قبل كده. لكن الأغرب إن العيلة بالكامل است... اتملكت منها أرواح شريرة للدرجة دي، أو مرض نفسي بقى ما تفهمش إيه اللي حصل معاهم. لكن كل اللي عارفين إن العيلة ابتدت تعمل كده مع بعض في بين يوم وليلة. في يوم 9 إبريل من سنة 2005 البنت وو فين جوان فقدت الحياة. لكن العيلة ما كانتش مقتنعة إنها فقدت الحياة، هم كانوا فاكرين بس إن الروح الشريرة اللي عليها مشيت، وإن وو فين جوان هتصحى وهتبقى كويسة. لكن برضو بعد يوم وبعد ما صحيتش ابتدوا يغيروا تفكيرهم، وابتدوا يفكروا إن جايز لما تصحى وترجع تاني للحياة، أو تصحى من غفلتها أو ما تفهمش إيه اللي هيحصل، البنت هيرجع لها الروح الشريرة. فقرروا ان هما بالليل هياخدوها ويتسحبوا ويروحوا يرموها قدام اي مستشفى، علشان لو الروح الشريرة دي رجعت لها وهي في نص المستشفى هما بقى اللي ياخدوا بالهم منها او هما اللي يحاولوا يساعدوها. وفعلا العيلة اللي مكونة دلوقتي من 5 أشخاص أخدوا البنت وراحوا تسللوا للمستشفى ورموا البنت قدام المستشفى واستخبوا في الحقل لحد ما شافوا الأطباء وهم بيجوا ياخدوها ويشيلوها من قدام المستشفى ويدخلوها جوه. طبعا لما البوليس قدر يوصل لعيلة ووفينجوان، عرفوا حاولوا ان هم ياخدوهم ويسألوهم يستوجبوهم ايه اللي حصل بالظبط للبنت. لكن العيلة كل اللي كانوا بيعملوها ان هم بيستهزئوا بالمحققين، وانتم مش فاهمين حاجة، احنا اللي عارفين هي بنت كانت ملبوسة او ممسوسة من روح شريرة، وانتوا مش فاهمين حاجة. وكانوا بيقعدوا يزعقوا يستهزئوا بالشرطة. الشرطة حاولت ان هي تروح للمكان اللي هم كانوا عايشين فيه، للبيت. واول ما فتحوا البيت طبعا الريحة الكريهة ابتدت تطلع من البيت وخنقت، لدرجة ان هي كان بتسبب حالات اختناق
للبوليس، لكن لمّا دخلوا جوّه لقوا إن البيت في حالة فوضى كاملة، ما فيش مكان ممكن تقعد عليه أو تنام فيه أو أي حاجة، البيت كان في حالة فوضى كاملة. البوليس كان عايز يحاكم العيلة كاملة إن هم لم يعتنوا ببنتهم، أو إن هم ما قدمولهاش الإسعافات الطبية في الوقت الكافي علشان خاطر ينقذوا حياتها. البنت ماتت من الجوع ومن التعذيب، لكن العيلة ما كانتش مصدقة أو ما كانتش قادرة إن هي تستوعب اللي حصل ده. بعد كده اتعرضوا لعلاج نفسي، والعلاج النفسي قالوا إن هم كانوا كلهم الست أشخاص كانوا بيعانوا من حالة نفسية جماعية بسبب الظروف المعيشية الصعبة، بسبب القمع القاسي اللي كانوا عايشين فيه، وده اتسبب لحالة نفسية جماعية. وطبعا بسبب إيمانهم بالخرافات وبالآلهة اللي مش موجودة وبكل الحاجات اللي كانوا بيؤمنوا بيها، ده زاد الحالة سوء، وده زاد المرض النفسي سوء، وده اللي وده اللي تسبب في إن هما ما يقدروش يقدموا المساعدة بطريقة صح للبنت اللي فقدت حياتها بطريقة مأساوية جدا. القصة دي ما اتاخدتش كده بالتحديد واتعملت عليها فيلم، لكن خدوا منها بعض التفاصيل وعملوا عليها فيلم رعب، والفيلم دوت دلوقتي متصنف على انه اكتر فيلم رعب في تاريخ تايوان السينمائي كله. بصراحة أنا حاولت أعرف إيه اللي حصل للعيلة وإيه اللي تم محاكمتهم بيه، لكن ما قدرتش أوصل لأي حاجة. لكن كل اللي أعرفه إن هم اتعرضوا لبعض العلاج النفسي وبعض التأهيل النفسي، لكن إيه اللي وصلوا له في الآخر دي حاجة الله أعلم بيها. إن شاء الله هرجع لكم تاني قريب جدا جدا بقصة شيقة جدا. باي.